انت دلوقتي كنت بتقول ان سوق العربيات بقى مليان عربيات مضروبه كتير 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 لا كتير. بص ارتفاع الاسعار ده بيخلي يعني اسوأ حاجه تطلع. انا افتكر يعني يمكن باشمهندس عبد الحميد وباشمهندس خالد هيأيدوني في الكلام ده. في اول تعويمه كان في ناس جايبه بضاعه مركونه يعني وحشه تتركب. أيوة. اول ما حصلت التعويمه ما شاء الله البضاعه دي كلها طلعت كلها يعني الوحش اللي بيبيعش ارخص هيرخص على السوق وبيبيع. وعموما في ظل الظروف الصعبه على طول والظروف الاقتصاديه الصعبه بيبدا يظهر الغش بشكل مبالغ فيه، فتلاقي البضاعه المغشوشه كترت في السوق، تلاقي الناس اللي بتغش كتروا في السوق عشان التسعير يا هندسه. تلاقي ناس كمان خارجين من حته هم مش تجار مثلا، مش بيقدموا الخدمه دي، يعني زي تجار السيارات. عندنا في الفتره الاخيره بقينا نشوف ناس كتير مش تجار سيارات وبداوا يدخلوا معاه شويه قرشين ويبدا يشتغل في الموضوع. بالظبط كده. بس ده بيبوظ السوق برضه هندسه، يعني الموضوع مش بيبقى سهل زي ما انت متخيل. السوق بقى بيبوظ على العميل كمان اول واحد. يعني اول واحد بيتضرر هو العميل. اول واحد. واحنا مبدئيا تاني ناس، احنا تاني ناس بنتضرر في كل اللي بيحصل ده. ازاي بقى؟ ممكن تشرح لي؟ مع تفاوت الاسعار، كل ما الاسعار بتغلى كل ما احنا تلقائي مع البلد مع سوق البلد شغلنا بيقل. انتوا كمراكز خدمه كمراكز خدمه وتجديد وكله على فكره. يعني دلوقتي انا اسف، انا دلوقتي مثلا معايا قرشين، تمام، اروح اصين العربيه دلوقتي واغير زيت وبتاع، ولا اشوف بقى بيتي واشوف عيالي واشوف الكلام ده كله. تمام. مع الغلا اللي احنا فيه ده احنا اول ناس بنتضرر. تمام. بس مع البضاعه بقى المضروبه اللي سالتك الامر اللي انت سيرته دلوقتي، العميل هو اول واحد بيتضرر. تمام. انا لو ما عنديش ضمير ببدا اجيب الحاجه كواليتي اقل بسعر اقل وابيعها للعميل، وهو عشان محتاج سعر اقل بيشتري مني. ايوه، انتوا يعني انت بتدخل في السوق دوت غصب عنك. لا ما اخش ليه؟ لكن لا انا اتعامل بالكواليتي بتاعي وبسعري حتى لو اغلى من بره، تمام، بس انا بدي للعميل منتج بيفضل مع فتره زمنيه طويله، فبالتالي هنا الغالي رخيص. تمام. زي بالظبط عند نمط صرافه، انا ممكن ارش عربيه مثلا ب 6000 جنيه بره واجي عند نمط صرافه مثلا ارشها ب 8. الفرق ده جاي فين؟ الفرق ده بيفرق في كواليتي، اول حاجه في الصنعه، ثاني حاجه في الخامه اللي بيحطها. بالظبط. هكذا المهندس خالد. بالظبط. يعني كان دلوقتي حد شغال ام جي المهندس خالد كتير، بس لما نيجي نتكلم على الكواليتي ونقول خالد طيب لا نلاقي المنتج عنده منتج منضبط منتج محترم، ما حدش بيشتكي من كواليتي المنتج عنده. صحيح. بس الناس بقى تقول غالي، الناس تقول رخيص، مش ده المبدا. طيب تمام. باشمهندس خالد، اهلا بيك. بص يعني دلوقتي سمعنا ان الاسعار بدات تضرب بشكل مبالغ فيه، ولقيتك بتقول لي الاسعار في التوقيت تقريبا زادت حوالي 50%. زادت حوالي 50%، وده رقم كبير جدا. رقم عامل تحت في المركز اللي عامل صيانه ال 40 تمام 17500 شراء اليسو 17500 تمام. فبالتالي برضو الناس اللي بتيجي تخرج من الضمان او مش هتصين بقى في التوكيل فتخرج من الضمان، فهيقابلهم مشكله اللي هم خرجوا من الضمان، فبالتالي القطع اللي بتتغير باستمرار القطع دي سعرها يعني هيبقى عالي. يعني معلش بص يا استاذ، في حد هو دخله مش سامح ان هو يعمل الصيانه في التوكيل، لان الصيانه دلوقتي بقت من رينج 8 وانت طالع. فهو مثلا مش قادر يعمل صيانته في التوقيت، هيعمل ايه؟ غصب عنه لازم يخرج بره. طب هو ممكن تلاقي نفسه بعد ما عمل كام صيانه بره يلاقي نفسه لابس في فتيس، لابس في حاجه يعني ده وارد جدا. طيب بس هو هيعمل ايه؟ مش عارف يعمل صيانته في التوكيل، والتوكيل بيجبره كل 6 شهور او كل 10000 كيلو ايام اقرب. ففي ناس يعني في عربيه هي عملت صيانه 120000، كل العربيه كلها ماشيه 24000 كيلو، فهي صرفت قد ايه صيانات؟ ده بالنسبه للناس اللي هي ما بتمشيش كتير وبتعمل صيانتها بالمده، بيمشي مثلا 1000 كيلو في الشهر المعدل ده، فتلاقيه كل 6 شهور وهو العمليه ماشيه 24000 كيلو هندسه، 24000 كيلو وعملت صيانه 120 في التوكيل. يعني هي صرفت كام؟ صرفت كام صيانات؟ صحيح، على الاقل ربع ثمن العربيه. صحيح. طب انا اسف يعني دلوقتي المفروض لما انا ادفع صيانات بمبالغ كبيره، المفروض دلوقتي لما انا يحصل لي مشكله في الضمان اخش الضمان اعمل شغلانتي وامشي. صح. اما دلوقتي انت معاك عربيه خضراء جابت فتيس ممكن تقعد بالثلاث 4 شهور جوه التوكيل. لا دي المشكله. بس هندسه في حاجه احنا مش واخدين بالنا منها، العربيه عامله 24000 كيلو وعملت صيانه 120، يعني هي كمان حوالي 6 شهور كمان هتعمل صيانه 130، و6 كمان 140، 6 كمان 150، خرجت بره الضمان وهي اصلا مش هتكون كملت 30000 مش كيلو. رابطها بالعداد، لا رابطها بالكيلوهات بالمده الزمنيه. بالظبط. فانت يعني كده انت بتنصح الناس اللي هي بتمشي قليل، بتمشي كيلومتر قليل بس بتعمل صيانتها على المدد الزمنيه، لا دي مفيش مشكله اللي هي تخرج من الضمان. بالظبط، لا مفيش اي مشكله. لكن اللي هو بقى بيحرق كيلومتر كتير، ممكن العربيات اما بتيجي تعملها وبتعمل لها تجديد وكده، واضح ان انت بقيت مشهور في الحته دي قوي، حته العربيه بتجيلك سليمه كلها بتبدا تنزل البوهيه بتاعتها وبتبدا تعيدها يعني وكده. الموضوع ده يعني تكاليفه كبير. هل التكاليف دي قصادها قيمه فعلا بياخدها العميل في سعر العربيه في قيمه البيع بتاعتها؟ يعني اللي انا اجي لك انت بتعمل العربيه بتنزل من عليها البوهيه وتبدا ترشها من اول وجديد كانها خارجه من مصنع بتكاليف كبيره، يعني 40000 50000 بالظبط، على حسب سعر العربيه وحسب الشغل اللي فيها ايه يعني، فالاسعار بتبقى كبيره جدا يعني. فهل ده فعلا انت شايفه اللي هو بيأد فاليو للعربيه، بيزود في قيمه العربيه السوقيه، بحيث ان انا فعلا الموضوع يستاهل ان انا اعمل حاجه زي كده؟ ممكن تدينا مثال مثلا لو انا جبت لك عربيه توسان كانت عامله حادثه وهنزل البوهيه من عليها، تمام، او عربيه تمام وهنزل البوهيه من عليها وهرجع ارشها، فهل ده فعلا بيدي قيمه حقيقيه للعميل؟
طيب استاذ احمد، في نقطتين في الموضوع ده. احنا المدرسه اصلا بتاعتنا هي مدرسه ان احنا بننزل الدهان من العربيه، تمام، وبنشتغل شغل السمكره بتاعنا على الصاج. تمام. الطريقه دي ملهاش علاقه دي العربيه هتطلع فابريكا او لا. تمام. ما انا ليه هعمل كده بالظبط. هقول لك بقى ليه انت بتعمل كده. بتعمل كده ده عشان انت تبقى انت بتأدي للسمكره الى احسن جوده، ما تخليش العربيه تاخد معجون. طب العربيه لو ما خدتش معجون، تمام، واديتها ابويا خلاص كده العربيه خدت تطلع المصنع. فابريكا، انا بقول لك لا. بس في عقد البيع سعرها اغلى من اللي خدت معجون قد كده. ده انت لان هتكسرها، لان هتمسك قلم، صح كده؟ لكن مش فابريكا. فسعرها هيغلى في عقد البيع. بالظبط. بس العميل ممكن ما يقولش اللي هي مش فابريكا، يعني دي لا ما يقدرش، لان القلم مش هيقول انها فابريكا. لكن تعالى بقى اقول لك ايه اللي الفرق ما بين الفابريكا واللي مش فابريكا، رغم ان هي طريقه الشغل واحده. تمام. هي الخامه اللي انت بتستخدمها. تمام. لان الكثافه في العربيات في الدهان في حاجتين. البويه نفسها يا جماعه ملهاش كثافه اصلا. تمام. الكثافه في الورنيش، في الورنيش وفي المعجون. تمام. فانت ما أنا حطيتش مش مدي معجون. ما انا عندي كثافه في الورنيش، هاخد اي كثافه. انا ممكن احط ورنيش تقيس بالقلم او بالجهاز يديك قرايه اعلى من الفابريكا. بالظبط. تمام. الحاجه الثانيه البطانه نفسها، التحكم في الفيلر. هو انا ليه في العربيات الفابريكا ما بديش فيلر؟ بدي ايبوكسي وبدي ماده ثانيه اصلا اللي بتتعامل من بره. احنا الحمد لله نجحنا ان احنا نجيب الماده دي بتترش، مش ان هي بتنزل في الحوض بس، لا جبناها بتترش. تمام. هو ده الفيصل ما بين الفابريكا وعدم الفابريكا، لكن طريقه الشغل واحده. هو السؤال محدد. طيب الاسعار هتفرق في عقد البيع ولا لا؟ هتفرق طبعا. هتفرق بنسبه كبيره. طيب بس هتفرق في انهي موديلات؟ النهارده انا لو اديتك مثال عربيه يعني مثلا توسان. لا توسان تفرق. انت النهارده بتتكلم في عربيه معديه مليون جنيه. انت النهارده قيمه العربيه دي، المبلغ اللي انت هتدفعه عشان ترجع العربيه فابريكا، لما تيجي تعمل تبديل للعربيه مش هتلاقي القيمه دي. صحيح. ده حرام. تمام. ده الامان اللي احنا بنفهمها للناس. بدات هندسه مع وصول الاسعار عدت المليون وعدت المليون ونص، لا انا اجي اصرف على عربيتي 50,000 و60,000 في المقابل ان انا لما اجي ابيعها ما اخسرش منها 100,000 جنيه. انهي عربيات بقى هندسه؟ التيجو كام؟ دلوقتي كله بقى كده، دلوقتي كله بقى غالي هندسه. هو الرخيص دلوقتي ماشي. بس هو احنا بنتكلم، هو دلوقتي عمالين بيجوا عند الباشمهندس رامي يبداوا ينزلوا في بوهيه العربيه ويبداوا يرصوا العربيه من اول وجديد. ليه؟ عشان العربيه ما تقلش من قيمتها السوقيه. هو بيبيعها من 100 ل 200,000 جنيه. حلو قوي كده. دلوقتي بتقل من 100 ل 200,000 جنيه فعليا بشويه المعجون اللي كان بينزلهم من كام يوم. بس كده، هو ده اللي انا عايز امسكه. لا هو اللي بيعمله يعلي من قيمه العربيه اثناء البيع. فمثلا لو هو صرف 50,000 جنيه هو كسب 150,000 جنيه في حته هديك مثال برضه بسيط جدا. مهندس خالد 5 كيلو عربيات بيعملها سيرفيس، تمام، طلع من عنده فاتوره باسمه والعميل راح يبيع العربيه. اللي خالد عمله ده بيعلي من قيمه العربيه اثناء البيع. طبعا العميل دخل بفاتوره باسم خالد بيقول له خد انا لسه عامل العربيه 1 و2 و3 و4 و5 في الصيانات بتاعي في مكان كويس، حتى في الميكانيكا. لا ما هو الاسم بيفرق برضه. طبعا. وانا عامل السعر في ايه؟ خد انا عامل عند عبد الحميد مثلا شقه قصه 80، هي في التوكيل ب 17 وحاجه، انا عملتها مثلا مبلغ اقل، بس هو بيبيع العربيه اللي اشترى منه مطمن العربيه ما يعمل لها سيرفيس كامل اللي هو ما اتعملهاش في شغل في الشارع بالظبط كده. فاذا الاحتفاظ بالفواتير في الفتره دي حاجه اثناء البيع دي حاجه مهمه جدا. دلوقتي كل منتج بيبيعه خالد او بيبيعه رامي عليه ضمان. صحيح. حضرتك البوهي عليها ضمان. صحيح. فلما واحد يروح يبيع عربيه عامل بوهيت عند رامي بدرامه او بعمل سنه عند خالد او عند عبد الحميد، ده بيعلي من قيمه العربيه. اكيد مفيش حاجه بتقل من قيمه العربيه. دلوقتي يا باشمهندس رامي الناس كلها متجهه اللي هي تشتري عربيات مستعمله. تمام. وبالتالي هم كانوا على طول بيبقوا متوقعين ان هم لو كشفوا على العربيه فيقدروا يعرفوا ان العربيه دي كويسه ولا مش كويسه. كلام مظبوط. تمام. فالمفروض الاجراء دوت بيتم بفحص على المحرك وفحص على داخل العربيه وفحص للسياره من بره. كلام مظبوط. وحضرتك دلوقتي بتبدا ترش العربيه وتظبطها وترجعها اكنها مظبوطه. فالعميل دلوقتي بيروح واخد العربيه. اصل هو الموضوع ده هو بس الموضوع ده بيستفزني. هو العنصر عليه فعلا يعني. تمام. انت رايك ايه اللي ممكن؟ انا جبت لك العربيه. انا اقول لك على مفاجاه. انا في ناس دلوقتي بتجيلي تعرف انا عامل العربيه دي وانا مش عاملها. بس هو ربنا سبحانه وتعالى عارف انا بعمل ايه. الحمد لله. حلو برضه يعني. طيب يعني احنا طبعا يعني اللوم بيبقى على صاحب العربيه، هو اللي يقول اذا كانت العربيه دي عملت حادثه ولا لا. دي طب انا اسالك سؤال تاني، هل في ناس بتيجي ومش في نيتها البيع بتعمل العربيه عشان خاطر مش هتبيعها، لا عشان تحتفظ بيها وكده فابريكا؟ وكتير المعظم. ندي نسبه عشان نعرف مدى لا نقول 50-50. ممكن تدينا تركايه نكشف بيها العربيه اللي خارجه من عندك، بس اللي احنا نعرف العربيه دي كده عامله حادثه. حتى انت قلت لي انا هسيب حاجه تبين ان هي مش فابريكا واستغربت يعني. ده كان طلب غريب يعني او فكر غريب يعني انت بتطلع الناس كلها عربيتها فابريكا، جايه على عربيتك انت تقول لا مش هعملها فابريكا عشان خاطر ما فيش حد يعني ما توقفناش يا استاذ احمد. كل احترام الناس اللي بتعمل عربيات فابريكا، انا اعتقد ان بنسبه
70 80% اللي جاي من عربيه الفابريكا بيقول ان هي رش، او انا الاغلبيه بيقولوا لي كده، هم بقى يتحملوا الوزر قدام ربنا. هم بيقولوا لك في 20% انا ببقى عارف ان هم مش هيقولوا لي، توقعك بس انت. انا ما اقدرش اعمل له الشغل مظبوط. طبعا. هو بقى اللي يتحاسب مش انا. انت بالظبط بالظبط. لكن النهارده احنا كل يوم بنطور من الشغلانه، يعني بالظبط. النهارده مثلا واحنا بنشتغل النهارده ما بنلزقش الاوكر، تمام. ما بنعملش الباكيتات، كل حاجه بتطلع في العربيه تمام، عشان ما يبقاش فيه يعني حرف بتشيلها في عشان البوية. ما ده هي دي التركات. دي ممكن تفقسني. هي دي شفتهم محل يقود العربيات. التركات الصغيره اللي حاجات بسيطة دي. بيتكشف منها العربيه فابريكا ولا لا. الجوانات، انا كان عندي عربيه دوج، الجوانات بتاعتها فيها مشكله في التركيه كده في الباب من ورا، الجوان ده اتلزق. انت نيتك ايه؟ انا نيتي بمعنى ايه؟ انا نيتي ايه؟ نيتك تطلع العربيه فابريكا عشان خاطر تبقى العميل انا يدخل بسعى بيها ان انا اكون من جو. احسن الناس في مصر كجوده بس ده انا بسعى له. وخلاص على كده. بقى زي ما بيقولوا كده العهده على صاحب الحاجه العربيه دي بحاسب عليها ربنا. بالظبط، لكن انا راجل بسعى ان انا اكون واحد من احسن الناس الموجوده في مصر. ان شاء الله تبقى يعني لا، قد لا، الدنيا لا، كلها، لا، ان شاء الله لا. قد الدنيا بس كلها. كده. شكرا لكم يا جماعه، ولو في اي حد عنده اي استفسار او اي سؤال سيب سؤالك في كومنت، احنا هنرد على كل الكومنتات. سيب رايك في كومنت واحنا هنرد على كل الاسئله بعد السلام عليكم. السلام عليكم.